بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا تشكيلة النصر والهلال أو الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القوي بكل نجومه. المقطع المنتظر واللي طلبتوه مني كتير جدا، هنعرف كل تفاصيل القمة المرتقبة والقائمة النهائية لتشكيلة النصر والهلال، ومين هو المدرب ومين الكابتن وميعاد المباراة والتشكيلة. كل ده هتلاقيه معايا في الفيديو السريع ده. قول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اعملوا لايكات جميله للمقطع ده اكيد لو عجبكم، وبسم الله يلا نبدا. طبعا طلبتوا مني المقطع ده كتير، واللي خلاني استنى قبل الماتش ب3 ايام ان انا كنت مستني القائمه النهائيه اللي هيختارها المدرب اللي هيختاروه للمباراه دي، وكمان كنت مستني اشوف لو في اصابات او حاجه زي كده وميعاد الماتش، عشان كده اتاخرت قبل المباراه. يعني اي حد نزل تشكيله الفرقتين قبل المقطع ده هيكون تشكيله من دماغه مش بره القائمه اللي هتكون موجوده دي. طبعا المستشار تركي الشيخ ادى شارة القياده للدون كريستيانو رونالدو، وده هيكون اول ماتش رسمي لكريستيانو رونالدو داخل المملكه العربيه السعوديه قبل كمان ماتشه مع النصر والاتفاق. طبعا التيشيرت اللي هيظهر قدامكم اللي لابسه مجسم سالم الدوسري واللي لابسه مجسم كريستيانو رونالدو هو التيشيرت الرسمي اللي للفرقتين، يعني هو ده التيشيرت اللي هيكون ما بين الهلال وما بين النصر. واكتبوا لي رايكم في التصميم، وانا شايفه تصميم بسيط جدا ومش احسن حاجه. طبعا المدرب المختار للمباراه دي هو الارجنتيني مارسيلو غالاردو صاحب ال46 سنه. كان في كلام قبل المباراه دي بحوالي شهرين ان هيكون ارسن فينجر، ولكن المدرب اللي هم اختاروه هو المدرب الارجنتيني غالاردو. واكتب لي رايك في المدرب ده في الكومنتات. القائمه بقى اللي انا استنيت كتير عشان تنزل واعرف اعمل لكم تشكيله كويسه هي القائمه اللي هتظهر قدامكم دي. الحراسه كان في المعيوف وامين بخاري، الدفاع عبد الاله العمري، لجامي، سعود عبد الحميد، جانج هيونسو، عبد الله مادو، سلطان الغنام، خليفه الدوسري، وعلي البليهي. ده خط الدفاع. خط الوسط لجوستافو وكمان عبد الله الخيبري وعبد الله عطيف، وكانوا يعني 2 من الهلال و2 من النصر. في مراكز الاجنحه سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بريرا، وتاليسكا، وبيتي مارتينيز، وكاريو. وفي مركز راس الحربه للثنائي المالي موسى ماريجا، وعلى راسهم بقى كريستيانو رونالدو الدون في مواجهه جديده مع ليونيل ميسي، وهو طبعا لاعب لباريس سان جيرمان. فالمباراه دي هتكون قويه جدا ومرتقبه وهتكون فيها جمهور كتير جدا، ورونالدو اكيد هيثبت نفسه وهيحاول انه يفوز في المباراه دي على ميسي ومبابي ونيمار وغيرهم كتير من النجوم اللي انتوا عارفينها. طبعا القائمه انا شايفها نوعا ما متوسطه، كان في اسامي كتير جدا تستحق تكون موجوده زي لاعب الهلال لاعب الوسط كويلار، غيسلان كونان لاعب النصر، كمان الفارو مدافع النصر، عبد الله المعيوف في حراسه المرمى. مش عارف بصراحه ليه اختاروا العويس بانه بقاله فتره بعيد عن الملاعب من ساعه كاس العالم، وكمان لاعب الهلال ميشيل. دول ابرز الاجانب اللي كنت اتمنى اشوفهم في التشكيله دي. ميعاد الماتش امتى بقى؟ بامر الله ميعاد الماتش يوم الخميس بعد 3 ايام من دلوقتي 19 يناير الساعه 8 بتوقيت السعوديه على بي ان سبورتس المفتوحه، يعني اي حد يقدر يشوف المباراه دي بصوت المعلق عصام الشوالي وعلى ارض الملك فهد، استاد طبعا الملك فهد. تعالوا بقى نشوف التشكيله المتوقعه للقاء، واي واحد عاقل كده هيعمل تشكيله اكيد هيختار التشكيله دي بنسبه 98%. هيكون عندنا في حراسه المرمى اكيد العويس، هيكون اكتر جاهزيه واكتر خبره من امين بخاري. رباعي في الدفاع على مستوى الاظهره سلطان غنام وسعود عبد الحميد، وقلبين دفاع لجانج هيونسو ومعاه عبد الاله العمري. وانا شايف ان العمري اكتر جاهزيه من البليهي. البليهي راجع من اصابه بقاله ماتشين، اما العمري بسم الله ما شاء الله من اول الموسم وهو مستمر، فالعمري اكتر جاهزيه. نص الملعب هيكون للثنائي ده مفيش غيره جوستافو من النصر ومحمد كانو من الهلال. هيكون قدامهم في صناعه اللعب ماتيوس بريرا. على مستوى الاجنحه هيكون هداف الدوري حتى الان من النصر تاليسكا. الجناح اليسار هيكون عندنا سالم الدوسري اللي اتمنى يبدع بقى في المباراه دي ويورينا مهاراته. واكيد راس الحربه هيكون للدون وكابتن الفريق كريستيانو رونالدو. دي تشكيله الهلال والنصر او النصر والهلال قدام باريس سان جيرمان. قلت لكم كل تفاصيل المباراه، قلت لكم القائمه والمدرب والكابتن وكل حاجه حابب تعرفها. اكيد لو المقطع ده عجبك ادعمني بلايك ونشره في كل حته طبعا عشان غيرك يشوف المقطع، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تكتبوا لي برده توقعاتكم في الكومنتات، يا ترى مين هيفوز النصر والهلال ولا نجوم فريق باريس سان جيرمان؟ اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.